بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إخواني وأخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا أحمد آدم عبد الله، ولي أمر السيدة إحسان أحمد آدم التي نشرت الفيديو اللي قالت فيه إنها هي بحكم الحريات، بحكم إنه المدنية كفلت الحريات الشخصية للبت وطالبة زواج، جول الطالب منها بزواج. حقيقة الأمر إنه جوني سبع رجال، أنا بذكرهم لكم بالاسم. اللي راسهم اللي حامل هو ولي الأمر حضر الصول في السجل المدني، أستاذ محمد سليمان صديق شخصي وابن أخت اللي حامل، وأستاذ محمد ود أخت اللي حامل، وأخوه نواي، وزكريا صاحب نادي مشاهدة في السابع جوار قسم الأندلس، غرب قسم الأندلس، وجعفر، وثلاثة آخرين أنا ما متأكد من أساميهم لأنه أنا دعيت اللي حامل للعقد، البت رفضت قدام السبعة أنفار دي. أنا قمت مشيت عملت إجراءات، فشلت، ما قدرت أصل، كل مكان أمشي بلقى الطريق مقفول قدامي. عسى وعلي يمكن تكون دي المدنية أباحت الكلام ده. لو المدنية أباحت الكلام ده، غادات المدنية دي خليهم يوروا المجتمع السوداني انه بناتكم تاني خلاص كده تاني، والسلام على طال المرسلين على الدين الاسلامي. لما انا مشيت عملت خطاب، انضميت لحقوق الانسان، عملت مدير مكتب حقوق الانسان بمدرمان الثوره، قمت من مخاطبه سفاره دوله جنوب السودان، سلمت الخطاب يوم الخميس الفات. جاء الخميس ده مفروض ارجع السفاره عشان اشوف الرد. الان الخطاب له تقريبا 10 يوم من سلمته، لأنه من الخميس اللي قبل الفات ده، ما الخميس بتاع البارح، الخميس الفات. إذا البيت البارح بالليل اتصلت علي من رقم جنوب السودان وبتتكلم معي، بتقول لي يا بابا أنت بتتذكر آخر كلمة أنت قلتها لي؟ أنا قلتها لك؟ ما آخر كلمة قلتها قالتها لي؟ قلت لها جدا أنا متذكرها. إذا به اليوم تظهر بفيديو تقول لي أنا مشيت بطوعي كلام متناقض زي ما أنتم سامعين في الفيديو. بالله الذي لا غيره، وبالله الذي لا غيره، أنا أب ما ممكن أكذب على بنتي، دي ما بنتي أنا. يا أخي، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا رئيسنا نحن بنطيعه، أولياء أمور الدولة بنطيعهم، لكن شرع الله وضح الأمور في الأسرة، وضح الأمور في الزواج، وضح قنوات الزواج. من جاءكم ترضونه دينا وخلقا فزوجوه. الولد ده جاني رغم يا اخواننا امه فداديه، يا هو ده بيتهم في السابعه، اخوات والده ساكت في البيت، يا هو ده بيتهم في السابعه، انا ما بكذب، يا هو ده بيتهم في السابعه دي. وخلي لي حامر او استاذ محمد او سليمان او نواي او امه او اي من اهله يجي يحترض الفيديو ده يعمل لي اجراءات، انا بوديهم البيت يشوفوا واقع الاسره. رغم عن ذلك انا ما رفضت، البيت رفضت، جو استدرجوا اخوها في الخلا. طيب قاعده معاه شافع 12 سنه وواحد 9 سنه، شنو اللي بيخليها شنو اللي بيخلي اخوها قاعد في خشم الباب ويستدرجوه وموجود اخوها ده، بس امه ما موجوده هسه عشان اقدر اخليه ينشر المقطع. انا بس داير ارد عليها واسال غادات الدوله في الاول، هل المدنيه جاءت بذلك؟ هل المدنيه كفلت الحريات الشخصيه لالغاء الدين ام ماذا؟ إن كان ذلك يبقى أن إحنا والله بندافع عن شرع الله، بندافع عن حدود الله حتى الموت. ما قصدي أحدد أي إنسان، لكن أنتوا قلتوا الحريات الشخصية، أنا حريتي أن أعبد الله دون سواه، ما بعبد بشر، ما بعبد إنسان. البت دي وراها رجال دولة،
انا بقول بصريح العباره وراها رجال دوله، ولو قالوا كلامي ده لا، ما هي عقدت وطلعت في الانترنت ونشرت في الفيس. خليه يجيبوها، خليه يجيبوها قدامي وقدامكم، خلوه يشوف، خليه تقول الكلام اللي بتقوله قدامي. خليني من الشبكه، البنت دي ما مأسورة ومخطوفه يا اخواننا، في اسرى وفي مخطوفين بيكونوا موجودين في الشبكه من اليمن، وهذه في غاداتهم ودوهم من هنا. لما يأسروهم ويفكوا كلامهم في حديثهم في الفيس، انا ما شفت غاية ظهر قال لا الزول ده كذاب، بل انهم يعرفوا انهم ديل مأسورين بيلتمسوا لهم العذر. يا اخوانا البنت تجاوزت حدود الله، انا متبرئ منها، انا الان متبرئ منها الى ان ترجع الى صوابها، الى ان ترجع لربها. لكن انا داير راي كراي مجتمع سوداني ملتزم متزن، يعرف الله حقا، يعرف الشريعه، يعرف الزواج، ويعرف ما احل الله وما حرم الله، يعرف انه ما في بيت بكره تزوج نفسها. ليه ما مشت المحكمه من هنا عشان تستدعيني انا؟ تمشي المحكمه في جنوب السودان كده، خلوها تطلع لكم القسيمه دي واضحه كده. انتوا اقروا يا اخواننا الكلام المكتوب في القسيمه دي شنو؟ دي ورقه طلعتها، انا دايركم انتوا تتواصلوا معاها وتطلع القسيمه دي. وكلامي لغادات الدوله من رئيسهم لغفيرهم يردوا على المقطع ده، يستدعوني في اي مكتب دوله انا بمشي، خليه ياكدوا لي انه المدنيه كفلت الحريات الشخصيه بالمستوى ده، بتطلع لا ولي لا ده لا ده. معناه يا اخواننا المجتمع السوداني، يا مجتمع يا سوداني، والسلام على طه المرسلين ان كان الامر كذلك. وشكرا جزيلا.